ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده كنت بجهز معاكم، عملت معاكم الميك اب لوك ده. ميك اب لوك يعني سيمبل وسريع جدا جدا. استخدمت معاكم منتج جديد النهارده. تابعوا الفيديو عشان تعرفوا ايه هو وتشوفوا رايي او انطباعي الاول عنه ايه. فلو حابين تشوفوني وانا بجهز وبعمل معاكم الميك اب لوك ده تابعوا الفيديو وبس. يلا بينا نبدا. هستخدم قلم الحواجب ده من كاتريس. حواجبي الفترة دي عمالة تقع بشكل غريب، هي وشعري بقت خفيفة قوي. هي اوريدي خفيفة اصلا وعمالة تقع. فعايزة اروح بقى ايه احلل كده واشوف عشان ارجع اخد شوية فيتامينات، عشان حاسة ان انا كل حاجة فيا بايظة. طبعا انا القلم ده بستخدمه بقالي فترة يعني، فانا عارفة انه مش هو ده اللي بيوقع لي حواجبي يعني. واوريدي انا ما بحطش ميك اب كل يوم، عارفة ان هي بتقع يعني مش من القلم ده. كده انا رسمت حواجبي في السريع كده بالقلم ده. القلم حلو بصراحة، عجبني. دلوقتي هاخد بقى الكونسيلر ده من بورجوا اللي هو هيلثي ميكس ودرجتي 51. الكونسيلر ده اول ما جبته انا ما كنتش حابه خالص خالص خالص. استخدمته المره دي كام مره كده وحسيته عادي تمام مفيهوش مشكله. فانا مش عارفه كان ايه مشكلتي. تقريبا انا اول ما جبته كنت لسه والده وكانت بشرتي منهاره، ما كانش عاجبني. بس دلوقتي هو عادي حلو مش وحش. بس هو بصوا يعني على اصفر قوي، لو انتي مش بتحبي الدرجات الصفرة دي مش هيعجبك قوي. هاخد فرشة كده كبيرة وهبدأ ان انا ادمج. بحس الفرشة الكبيرة بتنجزني يعني. وزي ما شايفين هو شكله طبيعي جدا، حلو للاستخدام بتاع كل يوم يعني وكده. طبعا برجع بالبيوتي بلندر عشان انعم كل حاجة. هثبت بقى كل حاجة بالباودر بتاعة ايريسبان اللي انا حطاها في العلبة بتاعة اماندا. بصوا فاضل فيها حبة قد ايه، حبة صغننين قوي. فربنا يسهل بقى، عايزة اخلصها لان العلبة دي زهقتني، مكسورة ومبهدلة الدنيا. بالباف كده هاخد كده شوية وهعمل كده وكده عشان نشيل اي زيادة. هتأكد انه الكونسيلر مدموج تحت العين وهبدأ اثبت كده. في خطوة عملت لها سكيب النهاردة بتاعة الكريم بلاش، عشان انا جايبه بلاشر باودر جديد فحابه اشوف شكله على البشره من غير اي حاجه، اشوف لونه اشوف البيجمنت بتاعته. تمام انا كده ثبت البشره كلها تقريبا، مش محتاجه ايه اكتر من كده. دلوقتي هستخدم البرونزر ده من لورا جيلر. تمام هو ده باودر بس هي غامقه، فانا بستخدمها كبرونزر. وهبدأ كده بحب درجتها جدا. شوية كده على المناخير والمتبقي على الفرشة بمشي فوق عينيا كده. البلاشر الجديد اللي انا جبته هو ده من لونا. انتوا عارفين انا عندي درجة تانية كنت جايباها ومحبتهاش، كنت لسه مكلماكم عنها في الشوب ماي ستاش اللي فات. فحبيت اجرب درجة تانية واشوف هل العيب في الدرجة اللي عندي ولا في البلاشر نفسه. جبت الدرجة دي اللي هي 511 وده شكلها. لونها حلو قوي، فيا رب تطلع حلوة. اول مرة هجربها بجد، فبسم الله كده. تمام لا بتطلع على الفرشة، بصوا اهي. التانية مبتطلعش بجد، فيلا بينا بسم الله. لا حلوة اهو، البيجمنت بتاعها لذيذ. لا حبيتها. يبقى هو ممكن العيب في الدرجة، او يمكن بقى ايه هما الفورمولا بتاعتهم مش ثابتة بتتغير بقى انتي وحظك، مش عارفة بصراحة. ده تحفة اهو طالع اهو، بس برضو هستخدمه كذا مرة لان التاني اول ما جبته كان كويس، اول مرة استخدمته فيه كان حلو وبعد كده عمل هارد بان ومبقاش يطلع. فهنجرب ده كمان مرة. بس مبدئيا الدرجة حلوة وطالع اهو يعني. بصوا بحط الفرشة اهو بيطلع عادي، فربنا يسهل ويبقى ايه ما يعملش هارد بان زي التاني. هستنوا بقى الابديت بتاع البلاشر ده. بس شايفين عمالة ازود اهو وبيطلع عادي
بيندمج بسهولة. فكفاية كده عشان انا كترت بلاشر. اجيب فرشة فاضية كده ونحاول ايه ندمج شوية. وخلاص تقريبا اللوك فاضل الماسكارا والليبستيك. الميك اب لوك سيمبل جدا. هستخدم التو ماسكارا دول دي من كاتريس ودي من تشاو. بحاول ان انا يعني اخلصهم. مش بحب بتاعت كاتريس لوحدها خالص، بس الميكس بتاع الاتنين عجبني جدا. بتاعت كاتريس بتفرق الرموش كده حلو، وبتاعت تشاو بتدي فوليوم حلو، فالاتنين مع بعض بيخلوا شكل الرموش كويس. بتاعت كاتريس تقريبا خلاص بتخلص يعني. ببدأ الاول بماسكارا كاتريس، بحط زي طبقة كده صغننة. هي الافكت بتاعها يعني ضعيف قوي، سيمبل قوي قوي قوي. بصوا مفرقه الرموش شويه كده ومخليه شكلها طبيعي. لو انت بتحبي الشكل ده فهتعجبك. انا بحب يبقى فيه رموش كتير. شايفين كده؟ شايفين ميكس الاتنين تحفه ازاي؟ بس كده. وبالماسكارا بتاعت كاتريس بس بحب احطها على الرموش اللي تحت. تمام. انا كنت حاطه ليبستيك كده جلوسي. طيب حاسه ان انا عايزه احط ايلاينر بقالي كتير قوي. هعمل حاجه خفيفه بالقلم بتاع شي جلام ده بتاع الحواجب. شايفين خط كده صغنون، حاجه كده كيوت وصغنونه خالص. عندي الليبستيك ده من افرا، ما بستخدموش خالص تقريبا، هو مات، فانا هحط منه طبقه خفيفه كده. استخدمه زي كليب لاينر يعني. وبايديا كده هبتدي ان انا اعمل له بلند على جوه. وهاخد الليب لاينر ده من MN، هو فاتح كده بيج. هحاول ان انا ايه افتح اللون شويه لان هو اللون غامق شويه. هو لون حلو وشتوي جدا، بس انا نازله الصبح فمش عايزه ابقى اوفر قوي يعني. عايزه اخففه برضو شويه اكتر، فهاخد منديل كده اعمل كده. بصوا اللون بقى تحفه. واخر خطوه هاخد الليب اويل ده من شي جلام ونرطب كده. بس الفرشه بتطلع كتير قوي. وتمام، انا كده خلصت الميك اب لوك بتاع النهارده. اتمنى تعذروني على غيابي الفتره الاخيره وتدعوا لي كتير. متنسوش لو عجبكم اللوك تعملوا لايك وشير كمان مع اصحابكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.